السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ركية ديليس مطبخ رقية. اليوم جيت نبارطاجي معكم الحلوة اللي صايبت في العيد الميلاد ديال ولدي على حساب لا كلاس ديالو مع صحابو. حلا البرتقال، حلوة كتجي هائلة ورائعة، كتمنى تجربوها. فلهاد الوصفة غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، 6 المعالق كبار ديال السكر سنيدة. غادي نخلطوا هاد المكونين اللي عندنا سواء بالخلاط الكهربائي او باليدوي. غادي نضيفوا كذلك 6 المعالق كبار ديال الحليب، 6 ديال الزيت. نخلطوا دائما مزيان حتى كتدخل في بعضها هاد العناصر ديالنا. غادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال الكاكاو، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. غادي نغربلوهم بطبيعه الحال، وعاوتاني غادي نخلطوا مزيان مزيان عاد باش غادي نضيفوا 6 المعالق كبار ديال الدقيق الفورس اللي سبق لنا وغربلناه، وغادي نعاودوا نغربلوه. الى الكيك ديالكم طلب اكثر من 6 المعالق كبار ممكن تضيفوا، لان الدقيق دائما كيبقى على حساب الخليط وعلى حساب الجوده ديالته. غادي نخلط مزيان العناصر اللي عندي، وغادي ننزل الكيك ديالي في المول اللي سبق لي وغلفته بورق الطبخ، وغادي ندخلو الفران مده 15 دقيقه 180 درجه. ومنين غادي نخرجوه من الفران غادي نسقيوه سواء بالحليب او لا بالقهوه او لا بالشوكولاط مخلط بالحليب، داكشي على حساب اللي متوفر عندكم في المنزل. وغادي نخليوه على جنب. غادي ناخذ واحد الكاسرونه وننزلوا فيها اطرو ديال عصير الليمون، 2 معالق كبار ديال المايزينا، 2 ديال ساشيات ديال الفلون فاني سكري. الا كان عندكم سوس زيدوا السكر اللي قدكم، ونزيدوا الملون الاصفر الغذائي اللي كيبقى اختياري. وغادي نخلطوا هاد العناصر كامله اور فو عاد باش غادي نشعلوا البوطه، وعلى عافيه مهيله غادي نخليو هاد الخليط يتقال مع التحريك المستمر حتى كيولي عندنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. عاد باش غادي نخويه فوق من هذا الكيك ونخليه حتى يبرد تماما فوق من البلون طرافاي. عاد باش غادي ندخلو الثلاجه ليله كامله حتى كيولي عندنا بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ هاد لي غاباري اللي صايبت ديال على شكل حامض كيف ما كتلاحظوا. غادي نستفهم فوق من هاد الكيك، ممكن ديروهم على شكل ليمون ولا على شكل تفاح ولا اي شكل نتوما كتفضلوا، داكشي كيبقى على حساب الاذواق ديالكم. غادا نزيد الكاكاو من الفوق في الجوانب في الوسط. غادا نحاول نغطي اي بلاصه لونها صفر في هذا المول كيف ما كتلاحظوا. عمليه سهله وبسيطه. عاد باش غادا نبدا نحيد في هذا الكرتون اولا هاد الرسومات اللي درت حتى كتحصلوا على هاد النتيجه. غادا نديمو لي هاد الكيك لتذكير. هاد الكيك درتو على حساب عيد ميلاد ديال ولدي على حساب القسم ديالو. غادا نزين بورقه ديال النعناع، والتزيين كيبقى دائما اختياري. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. كنتمنى تدعموني بلي لايك بالاشتراك وحتى بالبارطاج مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. ودمتم في رعايه الله والى اللقاء. ركية ديليس.